أنا أقدم تضحيات عشان يتقبلوني، عشان يحبوني. لا، اللي ما يبغاني لذاتي، أنا ماني بقدم خدمات للآخرين عشان يتقبلوني. تقبلني لذاتي بما فيني، أهلا وسهلا. ما تبغاني، الناس واجد، لكن هذا الإنسان عنده افتراض، فاقد الثقة، عنده افتراض أن الناس لازم كلهم يتقبلونه. هذا مو بصحيح، هذا مو صحيح. إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد، هذا بس رد على تساؤلك، إذا وصلت مع الناس إلى الحد في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك، يجب أن تتوقف. وإذا وصلت في التعبير عن آرائك ومشاعرك في الحد الذي تؤذي فيه الناس، توقف. إذن المسألة تعود إلى الوسطية، وسط بمعنى يا جماعة بكل بساطة أن أكون قادرا على أن أقول نعم إذا أردت، وأن أقول لا إذا أردت، بس أن أتكلم إذا بغيت، وأن أسكت إذا بغيت، أجلس لأني أنا أبغى أجلس، وأمشي لأني أنا أبغى. يعني أعرف قدر نفسي، أن أكون أملك خيارين وليس خيار واحد. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن: أشدة على الكافرين رحماء، أعزة أشدة على الكافرين أذلة على المؤمنين. لاحظ أنه في نفس اللحظة عنده أداة أنه يكون شديد، وعنده أداة أنه يكون لين.